عشان تشتري كيس سمبوسة مش أقل من 350 جرام هتدفعي 40 جنيه. طب واللي يخليكي تعملي كيلو سمبوسة ومش هيكلفك غير نص كيلو دقيق، وهتطلع معاكي جميلة وشفافة ونتيجتها مضمونة 100%. بس انت مش معايا خطوة بخطوة، وأكد لك هتبطلي تشتريها من بره وهتعتمدي على عمايلها في البيت. معايا نص كيلو دقيق متعدد الاستخدام، عليه نص معلقة ملح ومعلقتين زيت ورشة صغيرة من البيكنج باودر. دي المكونات، يعني توفير مفيش بعد كده. هقلبهم في بعض وتقدري تعجني بإيدك، مش لازم عجين. بعدها هبدأ أضيف 2.5 كوباية مية دافية. ما تسمعيش لحد يقولك مية من الحنفية، مفيش عجين في الدنيا كله بيتعجن بمية من الحنفية. هنزل بأول كوباية تربط، بعدها هنزل بالكوباية ونص التانية، وهسيبها تتعجن لحد ما تلعب معايا. أول ما تمط معايا بالمنظر ده، ولازم يكون فيها تلزيقة خفيفة خالص، ما تقلقيش. الله أكبر، العجينة لوحدها تشرح القلب. هغطيها واسيبها مش أقل من نص ساعة ترتاح. بعد النص ساعة هفتح عليها، بصوا ما شاء الله طرية ازاي. هرش دقيق على الكونتر وهبدأ أفردها بالطول وأقسمها ل5 قطع. أنا وزنت كل قطعة وخليتهم متساويين علشان مفيش واحدة تطلع أكبر من التانية، وده أحسن حل ليكي عشان تطلع مظبوطة وما تشيليش عجين كتير أو تهدري. هاخد كل قطعة منهم وهعملها زي القفة بالظبط. ما شاء الله العجينة طرية في ايدي جدا، يعني ملمسها لوحده يفرح. هعملها كلهم بنفس الطريقة. انا بحط ايدي على الدقيق عشان بس الجلافز بيلزق، دي مش حركة لازم تعمليها، مش خطوة اساسية يعني. بعدها هجيب طبق ارش عليه دقيق واشيل 4 قطع وهسيب اول قطعة عشان افردها. مادام هنحط العجين في اي حاجة لازم نرش دقيق عشان ما يلزقش لما يرتاح. اغطيهم واركنهم وابدأ هجيب النشابة وابدأ افرد، موصلش للاخر قوي عشان بقدر الامكان تطلع مظبوطة. هفضل الفها وافرد لحد ما تورق معايا، وبعدها هبطرها على ايدي، وده السمك اللي انا محتاجاه بالظبط. خلاص خلصتها، هركنها على جنب واجيب واحدة تاني وهكرر نفس العملية فيها. ولو النشابة لفت معاكي في العجين نطري شوية دقيق خفيف على الوش. كذلك اول ما تتفرد معايا هبدأ انطرها برضو بايدي. هعمل نفس العجينة المبقية بنفس الطريقة. وارد وانتي بتفردي ما تبانش معاكي كأنها مدورة، تقدري تظبطيها واحدة واحدة وبالراحة. اول ما خلصتهم كلهم هجيب كوباية زيت وكوباية دقيق وابدأ ادهن اول قطعة بشوية زيت وارش في النص شوية دقيق وابدأ انزل الدقيق الزيادة، واجيب الطبقة التانية اللي هضيفها عليها هدهنها بزيت بس، وانزل بالوش اللي انا دهنته على وش الدقيق. وبعدها هجيب الظهر وادهنه بزيت تاني ورش دقيق. الحركة دي بتسهل بعد السوا يفك معاكي زي اول الفيديو بالظبط عشان ما يمسكش في بعض، بالذات ان انا لسه هنفردها تاني. هفضل اكرر نفس العملية فيهم كلهم. هدهن في النص دقيق، في الطبقة اللي تحت زيت، في الطبقة اللي فوق زيت، واضيفها عليها لحد ما اخلص الكمية اللي معايا كلها. واحاول ان انا اسويهم من بعض طول ما انا بعمل، وانطر اي دقيق زيادة عشان الدقيق الزيادة ده هيعمل مع الوقت معايا كلاكيع جوه. اول ما اخلص الكمية كلها هبدأ افردها على قدر ما اقدر بشكل مستطيل او مربع. هتاخد وقت معاكي على ما تظبط بس هتقدري تعمليها. اول ما تتفرد معايا هجيب القطاعة واشيل الاطراف اللي انا مش محتاجاها، وتقدري تسوي الاطراف دي برضو مترميهاش. اظبطي الاطراف، يعني لو لقيتي حتة اطول من حتة افرزيه اقطعي لحد ما تظبط معاكي. بعدها هكون مسخنة صاج على النار، هنزل بالعجين وايدي دايما هتكون فيه، واقلب طول ما هو على النار عشان ما يتنساش او ياخد لون. انا مش عايزاه ياخد لون عشان القشرة اللي بره ما تعلقش معاكي وتنشف. هو نسبة كبيرة هتنشف القشرة اللي بره لان هي دي اللي خدت السوا كله، اللي من جوه هيبقى مورق عادي جدا جدا. خلاص كده استوي. هشيلها واسويها واقطعها بالعرض عشان تطلع بالحجم ده وما تكونش طويلة. الله اكبر، بتفك بكل سهولة، مش ملزقة ولا عجنت
طرية جدا ومورقة، ورقتها رفيعة مش تخينة ولا بايظة. مش هتلاقي احلى من كده. كمية كبيرة ما كلفتنيش حاجة، تقدري تشيلها في الفريزر. تعالوا بقى اوريكم ازاي نعملها باحسن شكل تطلع كلها زي بعض. معايا الحشوات اللي هستعملها، انا استعملت رومي ولانشون وموتزاريلا ومثلثات. هجيب ورقة السمبوسة واجيب الطرف اللي تحت اتجاه الشمال، وبعدها اجيب يمين واحشيها رومي، بعدها الفها يمين شمال لحد الاخر. اخر طرف هدخل السمبوسة كده فيه، او اجيب عجين والزقه بيه. هوريكم واحدة كمان وهكون هحشيها لانش. عايزة اقولكم بعد ما الطريقة دي على طول بتطلعها كلها نفس الشكل ومتساوية والمثلثات مظبوطة كده. تقدروا تعملوا كمية وتضيفوها في علبة، كل علبة تشكلوا الأطعمة وتفرزوها وتطلعوها على السوا على طول. انا كده خلصت الحشوات اللي انا هعملها. هسويها وهزينها كده بشوية خضرة. عايزة اقول لكم ان هي مقرمشة جدا وما تفرقش حاجة عن بره. جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.